الرحمن الرحيم. وفتح كلام، الاهلي بطل افريقيا، الاهلي ثالث العالم، الاهلي انظف واحلى لعبه في افريقيا، يمتلك افضل سكواد من حيث الكواليتي في افريقيا كلها. كون الاهلي ما قدرش يخلص البطوله دي ده شيء لا يعيبه بالمره. الاهلي اوريدي عامل ريكورد في البطوله دي ب8 مرات، كونه ما قدرش يجيب البطوله التاسعه. نقول مبروك للاتحاد العاصمه الجزائري. وتعالى اقول لك ايه اللي وصلنا للمرحله دي. اللي وصلنا للمرحله دي من وجهه نظري مش عيب مدرب، لا هو عيب لعيبه. عيب لعيبه في ايه؟ عيب لعيبه ان هي نازله حاسه بنفسها، عارفه ان هي بطله الدوري، عارفه ان هي بطله افريقيا، عارفه ان هي هتلعب في كاس العالم للانديه بشكلها الجديد، عارفه ان هي هتشارك في بطولتين قاريين، بتلعب السوبر الافريقي مع فرقه هي شايفه ان هي 12 الدوري. فالطبيعي ان النفسيه تبقى عاليه وان احنا نلعب بتعالي. ده كان دور مين في الاهلي؟ ده كان دور واحد زي سيد عبد الحفيظ، بيعرف حافظ نفسيه اللاعب المصري وهو مصري، فهو فاهم. فهو لما اللعيب يحس بنفسه، لا انزل يا حبيبي المس الارض، ينزل يلعب بتيشيرت النادي الاهلي. لما تحس ان انت جامد انت جامد، بس انزل العب الماتش ده وحس ان انت جامد تاني. اما كميه اللعيبه اللي موجوده اللي حاسه بنفسها غير طبيعي. تعال النهارده بص على الهجمه اللي الاهلي بيبنيها، مفيش اي حاجه بتتبني، كرات عاليه مش مبرره، اللعيبه مش لاقيه بعضها، عشوائيه في الملعب. اللعيبه كان كل همها في الشوط الاول بالذات ان هي تجيب ضربه جزاء. الحكم وحش، مفيش اتاحه في ضربه الجزاء، وكهربا ليه ضربه جزاء بس من كام واحده؟ من 4 مرات كهربا بيحاول يجيب ضربه جزاء. 4 مرات كهربا بيجي يحاول يجيب ضربه جزاء. طب ليه؟ طب ما انت خلاص هرشت ان الحكم مش هيديك حاجه، انت هرشت ان الحكم خلاص هو مش هيديك حاجه. حط جسمك والعب بخشونه، ممكن تعمل خطوره على الجون تطلع شكلها احسن من كده بكتير. بس للاسف هم ما ترجموش كده على طول. دي حاجه من الحاجات. الحاجه الثانيه ان الاهلي بقى محطوط تحت ضغط، ان هو بقى زي ما انا قلت عنده افضل سكواد من حيث الكواليتي، بقى مطالب ان هو يلاعب كل النجوم دي. بقى مثلا عنده قدام، عنده كهربا بيلعب قدام، عنده صلاح محسن هيلعب قدام، عنده الشحات في الشمال وبيرسي تاو، عنده طاهر، عنده الواد المغربي اللي احنا لسه جايبينه جديد، عنده امام عاشور، عنده عطيه، ديانج، السوليه مصاب. ايه ده؟ فكميه نجوم كتيره، وكل ده انا لسه ما قلتش موديست هو ما لعبش عشان مش مقيد. فانت متخيل الاهلي لو ما عرفش يحكم الحته دي كويس وراح مع الحته بتاعت ان كل دول نجوم وكلها عايزه تلعب وكلها لازم تاخد دقايق، مش هتعرف تحكم. انا حسيت في لحظه ان مارسيل كولر بينزل الشباب دي كلها عشان ما يتقالش ده كان عنده فلان على الدكه وما نزلوش. لا مش هينفع. انت المفروض تبقى عارف مين هتنزله هيفيدك ومين هتنزله مش هيفيدك. طاهر كان بعيد جدا عن كل اجواء المباراه، الكوره بتجيله بتجري من تحت رجله، ما كانش ليه لازمه نزول طاهر محمد طاهر. مش عشان طاهر وحش، لا طاهر بعيد. شايف برضو ان امام عاشور يبدا في ماتش بطولي زي من مباراه واحده زي ده ما كانش لازم قوي. كان في كذا كوره ممكن يشوطها. الواد خايف، الواد لسه ما راح، ده اول مباراه رسميه وفي ماتش فاينل سوبر اوروبي. الشحات مش هو ده شحات اللي قافل السيزون اللي فات اون فاير، ولا هو قفشه برده. انا عارف اللي هو ليه ما عليه وليه اللي ليه، بس برده قفشه قافل السيزون اللي فات حلو. فكميه الناس دي لو انت ما عرفتش تحكمها وما عرفتش امتى تستفيد من كل واحد ومين تبتدي بيه ومين تريحه دكه ومين تريحه الماتش ده اصلا ومين تديله الماتش كامل، الايه هتتقلب عليك. كل اللعيبه اللي انت جايبها جامده جدا دي مش هتعرف تستفيد منها. وده اللي حصل. عد معايا كام نجم كان في الماتش والاهلي ما عرفش يتعادل مع الفريق اللي اللعيبه كانت حاسه ان هو مخلص 12 دوري وان احنا هنخلص الماتش زي صباح الفل. ده كان دور مين في الاهلي؟ ده من وجهه نظري كان دور مين في الاهلي؟ ده كان دور واحد زي سيد عبد الحفيظ. سيد عبد الحفيظ كان فاهم اللعيب المصري وهو كان لعيب في الاهلي، فكان يعرف يجيب اللعيب يقول له انت نجم، انت واخد افريقيا، انت مخلص الدوري، انت هتلعب في ال3 بطولات قاريه، بس انزل يا حبيبي على الارض، المس الارض، العب الماتش ده وخلصه وحس ان انت نجم تاني حقيقي. فاختفاء سيد عبد الحفيظ من النادي ده غير مفهوم، واختفى في ظروف غامضه. ما حدش يعني ولا حد استفسر ولا حد قال ولا هو اتكلم ولا النادي اتكلم ولا اي حاجه خالص.
فاللي حصل ده كله نتيجه حاجات كتير متراكمه، نتيجه ان اللعيبه خدت اجازه طويله جدا غير مبرره، نتيجه ان اتعمل لها معسكر في النمسا. مش هقول لك ان المعسكر في النمسا كان كله ها 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 وضحك وعجل، لا، كان في معسكر. المفروض ان المعسكر ده انت شربتهم، انت دماغك فيها ايه، انت شربتهم انت عايز تلعب ازاي. اللعيبه الجديده اللي طعمت بيها دي المفروض ان هي دخلت في الفريق، بس احنا ما شفناش ده خالص. احنا حقيقي ما شفناش ده خالص. وما تقدرش تقول الجمهور مش موجود، الاستاد كان مليان على اخره في الطايف، الاستاد كان مليان على اخره كله اهلاوي. فان انت تروح الناس دي كلها زعلانه، وان انت بطوله سهله زي دي كان ممكن تعمل بيها تكمل ريكورد قياسي فوق الريكورد اللي انت عامله، كل ده ما حصلش. ليه ما حصلش؟ نتيجه حاجات كتير قوي سبب. الاهلي هيلعب في الدوري في الماتشات الجايه. اتمنى حقيقي ان ماتشات الدوري اللي جايه يتعمل فيها المفروض بقى جدول يتعمل، ده هيلعب امتى وده انا هحتاجه امتى، وان ده بيتمرقع في التمرين لا يريح، ده ما بيتمرقعش، ده انا محتاجه دلوقتي، ده انا مش محتاجه دلوقتي. يتعمل بلان كده ان كل لعيب ده انا محتاجه امتى وفين وازاي ومع ظروف الماتش. اما ان هو كل اطلع يا حبيبي وده ينزل، حتى لو اللي بيطلع ده بيلعب حلو بيطلع حلو. فمثلا ماتش زي النهارده انت ظلمت واحد زي صلاح محسن نزل حرك الدنيا شويه، بس انت اديته فين؟ انت اديته في الاخر خالص. والناس ترجع في الاخر تقول لك ما هو مش قد كده، لا هو لسه ما لحقش. في لعيبه كتير قوي لو كان الاهلي لعب بالسكواد اللي هو قفل بيه السيزون اللي فات كان الماتش ده شكله طلع احسن، من غير بقى التطعيم بتاع اللعيبه الجديده. ليه؟ عشان ان انت تجيب لعيبه جديده تحطهم في اول اختبار في ماتش بطوله من ماتش واحد في سوبر افريقي، لا مش حلو. وعلى فكره اللي انا بقوله ده مش جديد. يعني مثلا ايه، لو انت اتفرجت على السوبر الاوروبي، مانشستر سيتي واخده الشامبيونز ليج، اشبيليه واخده اليوروبا ليج، لعبوا سوبر اوروبي مع بعض. مانشستر سيتي خرجت لعيبه كتير، خرجت مثلا واحد زي محرز، خرجت زي جندوجان اللي هو اصلا خلص لهم دوري وكاس وتشامبيونز ليج وحاجات كتير خرجوه. مانشستر سيتي في الماتش ده ما كانتش حلوه، لولا واشبيليه لو كانت فريق بيعرف يخلص كانت خلصت الماتش ده 2-0 3-0، بس هي جابت جون واحد ومانشستر سيتي اتعادلت وكسبت الماتش بضربات الجزاء. فاللي بيحصل ده كله عادي، بيحصل في كل حته نتيجه حاجات كتير جدا. ان مثلا انت خرجت لعيبه كتيره مصابه، انت مخلص السيزون اللي فات نفسيتك فوق، فانت لسه ما وقفتش على رجلك السيزون ده، لسه حاسس ان انت فوق. لا يا حبيبي انت مش فوق، انت هو في اول ماتش في الموسم ده وبطوله ماتش سهل جدا ضيعته. لازم الناس تصحى، عشان ايه؟ الاهلي داخل على بطولات كبيره، والبطولات اللي الاهلي داخلها مع فرق قويه جدا، داخل على ماتش مع الاتحاد. انت فاهم؟ الاتحاد احنا بقينا نتكلم في مين؟ الاتحاد احنا بنتكلم في بنزيما، الاتحاد احنا بنتكلم في فابينيو، الاتحاد احنا بنتكلم في كانتي، في ليله سعادتك. فهل يا ترى ده شكل الاهلي اللي احنا منتظرينه للموسم الجديد؟ لا طبعا ده مش شكل الاهلي اللي احنا منتظرينه الجديد. فنتمنى اللي احنا شفناه امبارح ده ما نشوفوش تاني، ونشوف الاهلي بيعرف يستفيد من عناصره، والاهلي مش عارف يستفيد من عناصره. ده كان كل حاجه ليها علاقه بماتش السوبر الافريقي. شكرا جدا، اتبسطت معاكم، اشوفكم على خير.